هنتكلم في الفيديو ده عن 3 حاجات بعملهم في حياتي لما أكون مخنوق أو متضايق أو في حاجة ضغطاني، سواء في شغل أو في حياتي. السلام عليكم، أنا دكتور محمد يسري، ودي قناة إداري أسنان. أول حاجة معانا، ودي مفيش خلاف عليها، القرآن الكريم. لو لقيت حاجة مضايقاك وضغطاك كده، اهرب للقرآن. فعلا افتح كتاب ربنا وابدأ اقرأ فيه، أو حتى اسمع كلام ربنا بس بتدبر. او لو هتقرا اقرا بتدبر. وقتها فعلا بتنقل من عالم المباني لعالم المعاني. عالم المباني يعني اللي هي الحاجات الملموسه والضغوط اللي حوالينا من شغل وحاجات كتير حوالينا. بتهرب لعالم المعاني، الروحانيات والحاجات العاليه اللي بتسمو بنفسك وبتطلعك من الضغوط او المشاكل او الحاجات الازمات اللي اذتك في نفسيا كتير وزعلتك، فبالتالي بتخلص نفسك وتطهرها وتنظفها انك تعيش مع كلام ربنا، سواء تلاوة وقراءة او بتدبر او استماع بتدبر. تاني حاجة هي المشي. المشي الناس كتير نصحوا بيه. فعلا انت لما تكون مضغوط او حاجة مزعلاك، اخرج من المكان اللي انت فيه وتمشي. زي مثلا عملت كلاش مع المدام، او انت حصل لك مثلا مشكلة ضغط في الشغل، حاجة مضايقاك، اخرج من مكتبك وتمشي. اخرج من العيادة بتاعتك وتمشي. اتمشى شوية، شم هوا يعني. اتمشى. كل ما تمشي تهدى، أفكار تيجي في دماغك إيجابية أحسن من الأفكار السلبية. تبدأ تشوف جو جديد، ناس جديدة. تبص للسماء، لو في عندك كورنيش بص للمية، نيل أو بحر. المهم إنك تخرج بره المكان وتتمشى. المشي حاجة جميلة جدا، بيفكك من الضغط النفسي والعصبي والحاجة اللي مزعلاك. تبدأ تفكر بهدوء، تعرف انت واقف فين، تقدر تعمل ايه مع المشكلة دي. تالت حاجة وهي انك تقرا كتاب جديد، او تفتح تقرا بصفة عامة يعني. مثلا حتى لو رواية، حاجة بتعيش معاها يعني حاجة انت مستمتع بيها، مستمتع بالقراية فيها. لو انت كنت فعلا بكون مضغوط او في حاجة مشاكل، او حاجة مضايقاني، او مشكلة في الشغل، بفتح اقرا حاجه اعيش معاها. فعلا احس ان هي بتاخدني في حاله كده وتنقلني في مكان تاني خالص بعيد عن الشغل والمشاكل بتاعته. فالقرايه حاجه ممتازه جدا. اتمنى يكون الفيديو القصير ده عجبكم. شكرا للمتابعه. السلام عليكم.